هو بصي انا متجوزه في بلد ارياف، وانا من ارياف اصلا. امم. وجوزي هو جوزي عصبي شويه بس حنين، متجوزه وانا عندي 17 سنه. جوزك عصبي وحنين؟ هو عصبي بس بيحنين عليا في الاخر، يعني بيراضيني بعد كده. يعني يضربك ويطبطب عليكي؟ لا لا ما امال ايه؟ لا ما بيضربش، هو بيزعق، هو مش اه. ولا شتيمه ولا ضرب، هو عصبي شويه طب بس. حلو، الحمد لله. يعني حاجات مقدور عليها. اه الحمد لله. طب الحمد لله. اتجوزت وانا عندي 17 سنه، دلوقتي امم. عندي 27 سنه امم. ومعايا منه طفلين. بس امم. المشكله بقى في ايه، ان انا اول ما اتجوزت كان انا ليا متجوزت في البيت عيله، ومفيش، حماتي ميته، هم 4 رجاله، امم. وانا كنت اللي شايله البيت كله. تمام. وفي جه واحد من سلايفي احتاج فلوس، فانا جوزي كان معاه وقتها فلوس فاداها له كلها، وخد دهب بباعه، امم. وقف معاهم وجوزهم الاتنين، ومحدش وقف مع جانا. دلوقتي من فترة عملنا قرض انا هو نعمل يعني مشروع وكده، وجانا دلوقتي احتاجناهم، محدش وقف معانا خالص. وما سددوش اللي عليهم؟ ما سددوش اللي عليهم، وقالوا له مثلا، يعني مثلا هو كان واخد مثلا 50,000، اداله منهم 10، قال له انت كده خدت اللي ليك، مالكش حاجة عندي تاني. لا، واحدة واحدة. جوزك كان مسلفهم 50,000؟ اه. اداهم في ايديهم 50,000. اه. لما جم يسددوهم بيسددوا له 10 ويقولوا له مالكش عندنا حاجة؟ اه قالوا ما لكش حاجة عندنا، ده الكلام ده كان من 3 سنين، فجه هو دلوقتي اتزنق، امم. ساعدوني بحاجة، قالوا لي انت معناش فلوس، طب ادوني اللي عليكم، ما انتوا احنا مالكش عندنا حاجة. يعني معلش عفوا، هو زوجك المفروض هيرد يقول لهم انا مديكوا 50 بتديهم لي 10 وتقولوا له ازاي مالوش عندكم حاجة؟ ما هو احنا اتكلمنا كتير، ده احنا، يعني احنا كان علينا يعني اقساط المفروض تندفع، اه. طب اقفوا جنبنا طيب. هو مين اللي خد حاجة. كارد؟ جوزك ولا هما؟ مين اللي خد كارد؟ الو؟ ايوه جوزي هو اللي خد. وخد كارد ليه؟ عشانهم؟ لا كنا احنا هنعمل مشروع لنا احنا، بحيث امم. ان يعني حاجة تبقى جنب وظيفته العيشة بقت غليت علينا بعد الأطفال ما بدأوا اه. في مدارس وكده، فقلنا نعمل مشروع، فالمشروع ما نجحش، فاحنا امم. بقينا اللي هو ما فيش فلوس تيجي من المشروع، ويدوبك الوظيفة قبضها على قدنا، لدرجة ان انا وصلت بيا ان انا اتصل بالاستاذ احمد العوضي والاستاذ محمد رمضان، مش عارفة اتواصل معاهم اصلا، يعني انا اه. عايزة اتواصل باي حد ان هو يساعدني من كتر ما حدش وقف جنبنا خالص. امم. وانت دلوقتي مشكلتك انك عايزه تقومي المشروع تاني؟ والله انا نفسي اللي هو لو حد قدر يديني المبلغ اللي عليا انا، وانا سديته له كله. اللي هو ايه؟ اللي هو ال 40,000 اللي هم ما دفعهمش؟ لا مش ده، وانا عندي القسط في البنك دلوقتي هم يعني دلوقتي بقوا 300 ل 10. 300,000؟ 300,000 الا 10. وصل الكارد عليكم 300,000؟ اه. امم. امم. فانا بقول لك والله العظيم، يعني انا يعني كنت في رمضان متابعه استاذ احمد عوض، وعرفت ان هو بيعمل خير كتير وكده، قلت يا رب اتواصل معاه. طيب يا رب رسالتك توصل للفنان احمد العوضي وتكسبي في رمضان الجاي. والله يعني بقول لك يعني الواحد صعبان عليه من اللي هو عمله معاهم كتير، وانا بقول لحضرتك وهم معاهم ماديا بقى يساعدوكم ومستخسرين ولا معاهمش؟ معاهم. معاهم. بس انا لكن انت شرعا وحقا جوزك ليه 40,000 جنيه عنده. ما حدش واقف معاه خالص والله العظيم يا فلان. اه، لكن حق ربنا ليه 40,000 بس. هو الكل بعد عنه، الكل قال له انا معيش. انت سامعه سؤالي حبيبتي؟ نعم. بحق ربنا جوزك اللي باقي له 40,000 بس، اه. ملوش غير كده. اه. اه. بس هم ليه؟ هو جوزك كان واخد كارد بكام؟ احنا كنا واخدينه ب 700، كان نعمل مشروع كبير وكان نجح. 700,000 واخدينه ب اه. 700,000؟ اه. وايه كان الضمان على كارد زي ده برقم زي ده؟ كان مزارع مواشي، احنا في اه. أرياف. اه. فخدتوا الكارد ب 700,000، يبقى سددتوا فتره احنا كنا. لحد ما قدرتوش تسددوا، دلوقتي عليكم 300,000 جنيه. اه هو كان ماشي وكنا شغالين فيه وكنا بنسد. وال 700,000 خدتوهم في ايديكم ولا خدتوا ما يعادل يعني الكارد كله ب 700 ولا قبضتوا 700؟ احنا لا، هم كانوا ال100 دي اللي هي الفايدة، احنا قبضنا بالظبط 600. 600. اه. اه. مم. واحنا طيب. مشينا، كان المشروع كويس جدا، وكنا بنمشي وبندفع طيب. وكان تمام. تمام. عموما طبعا رسالتك وصلت، واي حد هيحب يساعد هنوصله بيكي، هياخدوا رقمك في الكنترول وممكن الفنان احمد العوضي يوصل له الرساله من خلال البرنامج، يمكن يقدر يساعدك. ولكن نصيحتي لاي حد، مهما كانت علاقتك بحد قريب منك، مهما كانت قوه العلاقه، ديننا جميل قوي قوي، ما سابش حاجه. فاذا تداينتم بدين فاكتبوه.
ما تقولش بقى اخويا وصاحبي وجاري وازاي، طالما جوزك كان مسلف ناس فلوس انا اديتكوا جنيه بكتب بالجنيه ده ما يضمن حقي. ليه؟ مش عشان انا بخونك، عشان في حاجه اسمها حياه وموت، ممكن بكره ما كنتش في الدنيا، فاولادي من بعد ما يتظلموش. فامر عادي جدا ان احنا نكتب، عشان ما يجيش اخوه يقول له خد 10,000 ومالكش عندي حاجه، اخبط راسك في الحيط. طب ليه؟ ليه نعمل ده؟ فربنا يسد ما عليكم ان شاء الله.